السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد ومعاكم أحمد عبد المحسن. النهارده جايين نكمل سلسلة تعليم فيديوهات العربيات الأوتوماتيك اللي كنا بدأناها مع بعض، والنهارده جايين نتحرك بقى فعلا بالعربية ونجرب ونشوف إيه المشاكل اللي ممكن تواجهنا ونعرف إزاي نحلها مع بعض. فيلا بينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل في العربية وإحنا بنتحرك بيها. أنا في البداية هعمل كل الخطوات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده بحيث إن أنا أقدر أتحرك بالعربية. يعني أنا هشغل العربية زي ما اتعلمنا إزاي أشغلها، هدوس على الدواسات زي ما اتعلمنا ازاي ادوس عليها، همسك الغيارات وانقل الغيارات زي ما اتعلمنا ازاي ننقل الغيارات في الفيديوهات اللي قبل كده. فانت مهم جدا لو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي قبل كده ان انت ترجع لها عشان تعرف تتحرك بالعربيه زي ما احنا هنتحرك بيها النهارده. فيلا بينا نعمل كل الخطوات اللي كنا اتفقنا عليها مع بعض ونشوف العربيه هتطلع معانا ولا مش هتطلع. في البدايه جيت حطيت المفتاح بتاعي في الطبله بتاعه العربيه واتاكدت هنا ان العصايه على البي، لان هي لو على الدي او الار او الان العربيه مش هتشتغل خالص. لازم العربيه عشان ادورها تبقى العصايه ديت على البي. في البدايه حطيت المفتاح وابتديت ان انا الف اول واحده اللي كنا بنقول عليها اللي هي بتفتح لي اللوك، وتاني واحده اللي هي بتفتح لي الكهرباء بتاعت العربيه، وتالت واحده اللي بتشغل العربيه سنه صغيره خالص. العربيه ابتدت ان هي تشتغل. يبقى كده انا العربيه بقت جاهزه معايا ان هي تمشي. عشان اتحرك بالعربيه دلوقتي هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ان انا هبتدي ادوس على الفرامل بشكل كويس واجيب الغيار هنا على الدي، لان زي ما كنا اتفقنا قبل كده ان الدي هو اللي مسؤول عن حركه ومشيان العربيه. يبقى انا دوست فرامل وجبت الدي، وبمجرد ما جبت الدي هبتدي ان انا انزل الهاند بريك بتاعتي. يبقى انا كده دوست على الفرامل وجبت الدي ونزلت الهاند بريك. المفروض دلوقتي عشان اقدر ان انا اتحرك بالعربيه هبتدي ان انا اسيب رجلي من على الفرامل. مجرد ما هسيب رجلي من على الفرامل الاقي ان العربيه بتمشي معايا على طول. يبقى انا دلوقتي دوست على الفرامل وجبت الدي، وبمجرد ما بسيب رجلي من على الفرامل بلاقي العربيه بتتحرك وبتمشي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى انا دلوقتي دوست على الفرامل، جبت الدي، سبت الفرامل، 3 خطوات العربيه ابتدت ان هي تمشي فيهم. طبعا انا هنا ماسك الدركسيون بايدي الاثنين زي ما كنا اتفقنا مع بعض وباصص قدامي وماشي بالعربيه. انا طول ما انا ماشي بالعربيه دلوقتي لازم ابقى حاطط رجلي على الفرامل. ما ينفعش ابقى ماشي بالعربيه وحاطط رجلي على البنزين خالص. امتى احط رجلي على البنزين؟ في حاله واحده بس، وهي ان انا حابب ان انا ازود سرعه العربيه. طول ما انا مش بزود سرعه العربيه او طول ما انا مش عايز اجري بالعربيه انا حاطط رجلي على الفرامل، مش حاطط رجلي على البنزين نهائي. انا ماسك الدركسيون اهو، عايز اقف بقوم جاي متقل رجلي سنه صغيره على الفرامل بلاقي العربيه بتقف. عايز امشي بشيل رجلي من على الفرامل بلاقي ان العربيه بدات ان هي تمشي وتتحرك. عايز ازود سرعه فساعتها ممكن احط رجلي على البنزين بس بالراحه جدا والاقي ان سرعه العربيه بدات ان هي تزيد او ان العربيه بدات ان هي تتحرك. يبقى انا دلوقتي ماشي بالعربيه، طول ما انا ماشي بالعربيه ماسك الدركسيون بايدي الاثنين في سوا واحد زي ما كنا اتفقنا واتكلمنا مع بعض قبل كده، باصص بعيني قدام اكتر مكان عيني تقدر تجيبه، مسيطر متحكم في العربيه، حاطط رجلي اليمين على الفرامل طول ما انا مش بدوس على البنزين. طيب انا لو محتاج ان انا ازود سرعه شويه فدي اللحظه الوحيده اللي احط رجلي فيها على البنزين وابدا ان انا ادوس عليه بالراحه خالص. لو شايف ان سرعتي بطيئه ساعتها ممكن ابدا ان انا ازود بنزين اكتر واكتر. شايف ان سرعتي كويسه يبقى انا خلاص مش هزود بنزين اكتر من السرعه اللي انا ماشي بيها، وافضل محافظ دايما على السرعه اللي انا ماشي بيها.